ايه يا الله. هذا النداء يفرز جهتين، جهة حق لا باطل فيه وهم المؤمنون المنتظرون للإمام المهدي ويكونون الدعامة لجيشه المقدس. الجهة الثانية الذين فتنوا بهذا النداء، قلنا أن هذه مرحلة الصبيان نهايتها النداء، الذين فتنوا بهذه الفتنة ومعالم هذه الفتنة، وأهم معلم من معالم هذه الفتنة هو العداء لعلي والعداء لشيعة علي والعداء لأماكن تواجد شيعة علي. وأهم أماكن لتواجد شيعة علي هي المراقد المقدسة، مرقد زينب سلام الله عليها، مرقد رقية، مرقد أمير المؤمنين، لذلك هو يأتي إلى النجف، مرقد أمير المؤمنين ومرقد الحسين وأبي الفضل العباس والكاظمين والباقرين وما شاكل. هؤلاء عندما يفتنون ويكون محورهم إنكار فضائل علي ومعاداة شيعة علي وأماكن تواجد شيعة علي كذلك، يثيرون مسألة قديمة جديدة إلى الآن وهي ظلامة عثمان، وبمعنى من المعاني ظلامة التيار السلفي أو التشدد السلفي ومظلوميتهم على مدى الشيعة. لعله هي هذه الرواية تذكر بشكل رمزي أن النداء الثاني يقول أن الحق كل الحق في فلان، هذول يرفعون نداء أن الحق كل الحق في عثمان وأن عثمان قتل مظلوما، فتكون هذه الجهة الثانية. قلنا جهتين، هذا النداء يفرز من الناس قسم مؤمنين بالإمام المهدي وقسم من أتباع النهج السقيفي شعارهم يا لثأرات الحسين، شعارهم يا لثأرات عثمان ومظلومية عثمان، وأيديولوجيا يتبعون هذا المنحى وشعار الذين ينتظرون الإمام المهدي. وقاعدة الإمام المهدي نص الرواية تقول يا لثأرات الحسين، والآن الشيعة ترفع هذا الشعار في كل محرم وفي كل مناسبة يا لثأرات الحسين. فلذلك هذا الشعارين يسقطون به كثير، مثل ما تكلمنا قبل قليل في قصة طالوت وجالوت، يسقط فيه الكثير، قسم يريد يتبع هذا الشعار، قسم يريد يتبع هذا الشعار. فلذلك الإمام الباقر يقول فكم من متحير في ذلك اليوم شاك قد هوى إلى النار باتباعه للطرف الثاني. واضح؟ والسؤال هل يصل الأمر إلى هذا الحد من التشنج؟ نعم، الروايات تذكر أن هذا الحد وهذا المقدار من التشنج بل أعلى. هذه المرحلة الأولى كأنها لعب الصبيان. هسه باختصار بعد ما نريد نتوسع نأتي إلى المرحلة الثانية، وإلا البحث حقيقة يحتاج لبعد تمدد أكثر، بس إلى الله المشتكى. المرحلة الثانية اختلاف رمحين. تتولد، احنا قلنا اكو قاعدة أسسوها أئمة أهل البيت وهي دنقة تعتبر الركن من الأركان، وهي أن الأحداث يسمون الأئمة شنو؟ نظام الخرز، يتبع بعضه بعضا. إذن المرحلة الثانية منين تتولد؟ من المرحلة الأولى. مرحلة اختلاف رمحين منين تتولد؟ من مرحلة لعب الصبيان. أحسنت، تتولد من مرحلة لعب الصبيان. هذه المرحلة تتولد من الرحم المرحلة الأولى. هذه المرحلة الثانية سموها أئمة أهل البيت اختلاف الرمحين. تتولد كسابقة بنظام الخرز يتبع بعضه بعضا، فعن في غيبة النعماني عن أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في صفحة 317 في غيبة النعماني باب 18 حديث 16 ملتفت، حديث 16 عن المغيرة بن سعيد عن أبي جعفر الباقر، قلت في كتاب غيبة النعماني صفحة 317 حديث 16 الباب 18 عن المغيرة بن سعيد عن أبي جعفر الباقر أنه قال أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلوا إلا عن آية من آيات الله. إذا صار اختلاف بين رمحين، هسه نجي شنو المعنى للرمحين؟ شنو الاختلاف لمعنى للرمحين؟ قيل وما هي الآية؟ هاي ما تنكشف وما ينقشع الغيم إلا عن آية. شنو الآية؟ قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000 يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. المهم هذه الأحداث، هذه الرواية يقول الإمام إذا اختلف، قال أمير المؤمنين إذا اختلف الرمحان بالشام لا تنجلوا عن آية، لا تنجلوا إلا عن آية. قيل وما هي؟ قال رجفة تكون بالشام. الأحداث في سوريا سوف تتسارع طبعا، تطول فترة على 3 سنين 4 سنين. نأتي على الروايات اللي تذكر أن فتنة الشام تطول وتترك سوريا خربة 95%.
ولا يكون مأوى إلا في خربة، كما سئل الباقر يقول له سنأتي عليها، يقول له أين المأوى؟ يقول هم إذا أصابكم البلاء والجهد فالجأوا إلى خربة عمتي زينب سلام الله عليها في الشام. الأحداث في سوريا تشتد وتتصارع وتتشاكس وتتعالى وإلى أن تؤدي إلى ظهور قوتين واتجاهين متصارعين، سماها وسمتها روايات أئمة أهل البيت وسماها أمير المؤمنين بالرمحين. واضح؟ ومن خلال التسمية كما يذكر العلامة المجلسي يقول ومن خلال التسمية بالرمحين، شايفة الرمح اللي أكبر من السهم اللي يصير أطول من السيف أصلا، فقطعة خشب طويلة وفي رأسه حديدة مدببة تسمى رمح، وهو من آلات الحرب الفتاكة طبعا. ومن خلال التسمية بالرمحين يشعرنا إنها قوتين عسكريتين قويتين. هذا نص العلامة المجلسي. إذ إن عبارة كان العرب يقولون الرمح، هذا الرجل كالرمح، دليل على قوته وسرعته ومضاه في عدوه، وهو ينطبق الآن، يعني واضح أنه سنريد نشخص كذا، بس ينطبق هذه القوتين العسكريتين، لأن ما قال قوة عسكرية وقوة مدنية، ما قال قوة عسكرية وقوة مدنية متظاهرين مثل قضية البحرين. البحرين الشعب مسكين وسلمي والقوة عسكرية، الحكومة عسكرية. أما في سوريا لا، القوة الدولة مسلحة والشعب كذلك. التيار السلفي جبهة النصرة يسموهم، جبهة النصرة مسلحة. فإذا عندما وصفهم أمير المؤمنين برمحين يختلفان، رمحين يعني اثنيناتهم شنو؟ رمحان، اثنيناتهم قوة، اثنيناتهم آلات عسكرية، اثنيناتهم آلات حربية، واثنيناتهم من الأسلحة. إذن قوتين عسكريتين، وكأنه تنصب إلى الجيش النظامي والجيش الحر، كأنه يجي هكذا المنشقين على هذا الأمر. هذا الجيش يأخذ بالازدياد، طبعا يزداد والنداء موجود، عثمان قتل مظلوما، فكل هذه جبهة النصر احنا شفنا شلون بدعم سعودي ودعم تركي ودعم قطري واماراتي ويعطون اموال وكذا وشيء، الى ان تنامى. بالبداية كان لعب صبيان، بعدين كانت مرحلة ضعيفة الى ان وصل، تزداد بسبب ما يحظى من الدعم اللوجستي والاستخباراتي والعسكري وكذا من دول المجاورة ومن الذين يرضون على جبهة النصرة، الى ان يؤدي الامر انه يضخم هذا الجيش الى ان يؤدي الى سقوط سوريا، ينجح في إسقاط سوريا بعمليات عسكرية وفكرية. وهذا الجيش في نهاية أمره سوف يؤدي الطاعة إلى السفياني، ويكون نقطة من نقاط السفياني. الرواية تعطي مدلولا ثانيا، وهي لم تنجلوا إلا جايكم السفياني وين تروحون؟ جايكم السفياني وين تروحون؟ يا الله. الركن الثاني في رواية أمير المؤمنين تذكر أنه لن تنجلوا ولم تنجلوا هذه المعركة والرمحان إلا عن آية، قيل وما هي الآية؟ قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000 يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. فما هي الرجفة؟ هسه بعد الرجفة ما نعرف، يا أما بسبب كثرة الاقتتال وكثرة ما ترتجف تحت وابل الآلاف الإطلاقات وآلاف العيارات النارية وآلاف القنابل، أو انفجار في ودائع مخزون عسكري، أو انفجار نووي، أو يعني ما شاكل ذلك. هذا الجانب. الجانب الثالث في الرواية يقول رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000 يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. فإذا كان ذلك، إذا حدثت الرجفة وحدثت الكذا، ولعله مجمع نووي ينفجر، ولعله مصنع عسكري، ولعله كثرة الاشتباك والقتل مما يحدث رجفة، هذه الرجفة تأتي على كل سوريا لعله وتتركها جماء نسبة الدمار كما يذكر الإمام 95%. المهم يقول أمير المؤمنين إذا صارت هذه الأمور إيش ننتظر؟ إيش راح يصير؟ يقول فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا. وفإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس يعني السفياني حتى يستوي على منبر دمشق، التفت حتى يستوي على منبر دمشق. فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي.
هسه هذه المرحلة نأتي فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر، تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. في كتاب المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي صفحة 456، في 456 يقول يذكر هذه الرواية، طبعا في المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي صفحة 456، عنوان الفصل بداية حركته من بعد خروج الأبقع على الأصهب والزلزال. النعماني صفحة 350 عن المغيرة قال إذا اختلف الرمحان بالشام لن تنجلوا عن آية، فيذكر يقول والبراذين الشهب المحذوفة وصف لوسائل ركوب المغاربة أو الغربيين بأنها شهباء اللون ومقطعة الآذان وابن آكلة الأكباد أي ابن هند، بمعنى من المعاني أن هذه القطع يعني إمكانية مشاهدة آلات عسكرية وأناس عسكريين غربيين، يا أما من المغرب العربي أو غربيين كما ذكر أمير المؤمنين، موجودة هي التي تسبب الرجفة ودعمها لما موجود في سوريا الآن. وهي أصبحت، بس احنا ما نريد نسوي كشكول سياسي أو ما نريد نسوي تقرير تلفزيوني، هي هسه الآن الواضح التدخلات الغربية وما أغربها في. وأما حجة دخولها إلى بلاد الشام بسبب القتل الفظيع، وذلك يدخلون أمير المؤمنين يقول وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر، فيكون سبب هسه كأن الأمم المتحدة أو غير الأمم المتحدة أو المجلس الأمن أو قوة أمريكية أو كذا، بسبب وجود وضع إنساني متردي في المنطقة كما تشاهدون الآن وكما تخلفه الحروب بطبيعة الآن. فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من القرى يقال لها حرستة، وحرستة في معجم البلدان الجزء الثاني صفحة 72، معجم البلدان صفحة الثانية الجزء الثاني صفحة 72 يقول وحرستها قرية كبيرة وسط بساتين دمشق على طريق حمص وبينها وبين دمشق فرسخ. فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد يعني ابن هند وهو سفياني واتجاه سفياني ولعله نسب من آل أبي سفيان من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق. الوادي اليابس كذلك في معجم البلدان الجزء الأول صفحة 81 يقع في منطقة حوران، وحوران الآن عند أذرعان درعا، هسه بعد واضحة من خلال الإذاعات وكذا افتهمتوا درعا، ودرعا في منطقة الحدود السورية الأردنية عند البلقاء وعمان، معجم البلدان الجزء الأول صفحة 81. ودرعا هي المدينة التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة. نفس التقرير اللي ذكره إذاعة روسيا اليوم، هذا التقرير نفسه تذكر أن أول هي هاي مرحلة لعب الصبيان، أول ما انطلقت وأول شرارة للثورة انطلقت من مدينة درعا، وسكانها ذات طبيعة عشائرية بدوية وأكثرهم سلفيون متعصبون. هذا نص كتاب معجم البلدان، وسلفيون متعصبون وقد انتشر الفكر الوهابي عندهم بشكل كبير، وهم الذين يعني الآن في مظاهراتهم في بداية المظاهرات رصدتها هذا التقرير اللي جاي نتكلم عليه اللي موجود على الفيسبوك. في بداية انطلاقة الثورة كانوا يكتبون على جدران بيوتهم وعلى اللافتات لا إيران ولا حزب الله، بدنا يعني نريد، هم السوريين يقولون بدنا نريد مسلم يخاف الله. وبنفس المضمون يعني بنفس هذه توجد رواية في كتاب الاحتجاج لطيفة إذا قرأناها، في كتاب الاحتجاج للطبرسي، وكذلك في كتاب أعلام الورى همين كذلك للطبرسي صفحة 442. صفحة 442 يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل قبيح الوجه ضخم الهامة بوجهه أثر جدري، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عينيه، وهو من ولد أبي سفيان كأنه نسب ينتهي إلى أبي سفيان، يأتي أرضا ذات قرار ومعين فيستوي على منبرها. الاستواء
على المنبر بمعنى من المعاني أنه يصبح الإعلام السوري والإعلام العربي بيده، لأنه المنبر في ذلك الزمان يعتبر مرحلة من مراحل إبلاغ الخبر وكذا. شو أي إنسان يريد أن يوصل خبره وكذا أو يوصل فد أمر من خلال المنبر، فلذلك عندما يستوي على منبرها بمعنى أنه تنقاد له جميع الطوائف، وبالتالي يستطيع أن يوجه الشعب السوري حيثما يشاء، ويستطيع أن يمسك بزمام مبادرة الإعلام. وقلنا أن صفات، احنا قلنا انه النداء يسبب معسكرين: معسكر حق لا باطل فيه وهم اصحاب القائم، ومعسكر الباطل الذي يتبع السقيفة ونداء الباطل. من ضمن مقومات التصفية الجسدية للتشيع ومادة الإعلام التي يحارب بها التشيع ويشوه بها التشيع، وتكون الأرض مهيئة لاستقباله. وفي نهاية المطاف عندما ينادى من السماء بأن القائم المهدي قد خرج والأحقية فيه، يكون هذا وبال عليه، وبالتالي تنتهي هذه المرحلة بهذه النتيجة. نأتي على المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى لعب الصبيان، المرحلة الثانية اختلاف رمحين في بلاد الشام، والمرحلة الثالثة تصارع 3 رايات على الحكم. كأنه في بادئ ذي بدء، كأنه دعم الدول الغربية لرمح من الرماح. قلنا اختلاف رمحين، عندما دعمت رمح من الرماح لم يأتي بنتيجة، وهذا اللي شفناه في الساحة السورية. الجيش الحر، ما يسمى بجيش الحر، الجيش الحر لم يستطيع أن يأتي بنتيجة، وبقى 1 و8 أشهر يقاتل ومني بهزائم عسكرية متوالية. إلا أن اللقاء الذي حدث في لقاء المعارضة التي دعت إليه تركيا واستضافته السعودية، جاءوا بجبهة النصرة، والآن هي اللي جاي تواجه، وهي اللي جاي تحقق بعض التقدم نوعا ما، تارة تتقدم وتارة تنكسر. هذه المرحلة هي المرحلة الثلاث، بالإضافة إلى الرمحين تأتي مرحلة ثالثة وتسمى تصارع 3 رايات. هسه بعد ماكو مرحلتين، مرحلة 3 رايات تتصارع على الحكم. في كتاب غيبة النعماني عن داود الزجاجي صفحة 260 حديث لطيف، الحديث 8، يقول عن داود الدجاجي عن أبي جعفر محمد بن علي قال: سئل أمير المؤمنين عن قوله تعالى، سئلوا أمير المؤمنين فاختلف الأحزاب بينهم. شنو هاي الآية تفسيرها؟ اختلف الأحزاب بينهم، قال: انتظروا الفرج من 3، انتظروا الفرج، فرج الشيعة وفرج الإمام الحجة. قيل يا أمير المؤمنين وما هن؟ قال: اختلاف أهل الشام بينهم، 3 رايات تختلف على الحكم، والرايات السود من الخراسان والفزعة من شهر رمضان. إذن الرواية تؤكد هذا الحديث نفسه. كذلك في عقد الدرر الطبعة المصرية طبعة بولاغ صفحة 104، كذلك عن جابر بن يزيد الجعفي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 289 في صفحة 200: فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون فيقتله السفياني ومن اتبعه ثم يقتل الأصحاب. يعني الرواية تذكر أن هناك 3 اتجاهات، 3 رايات: السفياني، أبقع، أصحاب. يقول: ثم يلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون فيقتله السفياني ومن تبعه ثم يقتل الأصحاب ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، ويمر جيشه بقرقيسيا فيقتتلون بها فيقتل بها من الجبارين 100,000، ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم 70,000 فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا. فبينما هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثة ومعهم نفر من أصحاب القائم، ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة. إذن هذه الرواية نفس الرواية للدجاجي. الدجاجي يذكر هذه، يسألون أمير المؤمنين يقول له الآية فاختلف الأحزاب بينهم، يقول لهم اختلاف أهل سوريا على 3 رايات، يختلفون 3 رايات. هذه الرواية الثانية قلت لكم في صفحة 289 الحديث 67 في غيبة النعماني 289 الحديث 67 تفصل هذه 3 رايات. شنو هذه ال3 رايات؟ تقول: يقتتل السفياني مع الأبقع والأصحاب، الأبقع قائد والأصحاب قائد،
والسفياني قائد، وينتصر في هذه المعمعة، ينتصر السفياني على الأبقع وينتصر السفياني على الأصهب، وهو اللي يكون حاكم، وهو الذي يستولي على منبر الكوفة، عفوا يستولي على منبر دمشق، فلا يكون له هم، ما عنده عمل أفضل من الإقبال نحو العراق ومركز التشيع الكوفة ومركز شيعة أمير المؤمنين وتواجدهم، فيقتتلون كذا شيء إلى أن يصيبون أهل الكوفة قتلا وصبيا، وبعدها بسبب هذا القتل